بصوا يا جدعان، احنا هنا بنهزر، حتى لو اتكلمنا جد، فما تزعلش. هنتكلم في مواضيع عامة. حتى لو زعلت. معلش. روح الحمام. عايز ايه قلة الأدب دي؟ انت عايز كمان تورثني بالحياة؟ عايز تاخد معاشي؟ ايه يا مديلي حاج؟ ايدك ليه؟ ايه يا حاج انت بتقول ايه؟ انا مش بتقول عايز تروح الحمام؟ يلا نروح الحمام. لا ما هي راحت. راحت؟ آه. لا حول ولا قوة الا بالله. كبير وفاضل كتير على ده. دماغي بتصوصو. لا هاني، بس اصبر كده، ما تقعدش تسأل زي العيال يا طفل. سبحان الله، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش وانت قد. كنت تقعد في البلكونة بتقول لهم هو المغرب أذن ولا لسه؟ المدفع ضرب ولا لسه؟ صح ولا لأ؟ بس يا حاج، بس يا حاج الفضايح دي، انا كنت بقرا قرآن قبل المدفع كده وكنت بختمه كل سنة. حصل ولا شيء. كنت بتسمع بسم الله ما شاء الله عليك الحارة كلها انك بتقرا وانك متقي الله، بعد ما عينك كانت بتخرم العلامات السوداء وهي ماشية. يا جدي ده انت بتقول حكم وعمال تديني نصايح في الرايحة والجاية وقرف اللي جايبني. طب يا اخويا اقرا قرآن زيي واختم المصحف وبعد كده التانية. ولا ايه؟ انا سكت لك من الصبح، انا مش عايز اتكلم. لما انا قفشتك قبل كده لما كنت بتتشيش في القهوة اللي فاتحة نص باب، فاكر ولا نسيت؟ اوبا، قول يا جدو ده انت بتقول حكم. عاجبك كده يا حاج؟ اديك شبت الواد فيا الله يخرب بيتك. كان رمضان بتاع زمان، يا سلام. كان طبق كده كان يلف في كل بيت، والفاضي كان بيكب على المليان. الله يرحمك أم سعاد، كان عليها طبق محشي. لا، وفي رمضان بالذات يا حاج ما كنتش تسمع شتيمة ولا سب دين ولا أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل قلة الأدب دي الأيام دي. ايه الملل اللي كنتوا عايشين فيه ده؟ ولا المسلسلات يا حاج، قول يا حاج قول. فعلا، مسلسلات رمضان بتاعت زمان اللي كان كلها طواعظ ومسلسلات دينية ونيلي وشريهان، دلوقتي بقى فن كله قليل أدب. ولا أنت رأيك يا حسين في الكلام ده؟ سيب ماشي، لا كان في حاجات حلوة طبعا. كان في بكار، وكان في جوجو طمطم، وكان في مسلسلات ونيس، وكان الأستاذ نور الشريف بيعمل لنا مسلسلات دينية زي الفل. عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد، لا كان في فن بجد. الحمد لله. يلا يا حاج، يلا نفطر يا حاج. أكيد، بس يلا بينا نصلي الأول. إيه ده؟ ايه ده؟ اللهم لك صمت. لا رجلك مش بيلعب معقولة. فيك ولا؟ رجلك مش حاطط رجل عندي. مش عارف انا ايه القعدة دي. صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت المحلي اللي بتشوفوا فيه الفيديو يا ولد الفطار. ده الفطار عادي، ما تشغلوش بالكم ولا كأن حاجة حصلت. حلقة جديدة من برنامج بالمصري كده. احنا لسه فاطرين ومصورين السكتش واحنا مش فاهمين اي حاجة في اي حاجة. لابسين مصريين لابسين ايه؟ الحمد لله. يعني هو الفطار. الحاج حسين معايا. أنا عايز أعمل حمام. لا اقعد، مفيش حمام بقى. اقعد. كزاز طيبين يا جماعه. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. يا رب. بما اننا في رمضان هنتكلم عن رمضان بقى، أكيد. ده الكرييتيف بتاعنا، ده الجديد لا يعني. احنا هنتكلم عن الكريسماس. ده بقى المهم هنتكلم في رمضان، هنتكلم ايه؟ انت كويس. مفيش عادي. هو انت يا اما بس مش نايم يا اما فاطر، ماشي. المهم هنتكلم، يعني عايز اتكلم بعد اذنك يعني. نتكلم عن اول حاجه. طبعا احنا بنستقبل رمضان دايما بالزينه والفوانيس والكلام ده. احنا يعني في ناس كتيره، في ناس طبعا تعرف اصله التاريخي، بس في ناس كتيره ما تعرفش ايه اصل الفانوس، لان
اللي انتوا بتعرفوش يعني او الناس بتعرفوش ان ممكن يكون الفانوس ده مش موجود في اي حته غير مصر. ده حقيقه يعني، هو الاكتر ناس بتحتفل بالفوانيس. طبعا هي بدات دول تانية تتنقل الموضوع ده مننا، بس اول دوله واستمرت هي مصر. وده سبب ايه؟ السبب ان المعز الدين الفاطمي في الخلافه الفاطميه تمام لما جه فتح مصر باساس جوهر الصقلي لما عمل مدينه القاهره والكلام ده، فحب المصريين يستقبلوه، كانوا بيجيبوا بقى الفوانيس تمام عشان يستقبلوه. وكان مصادفه ده في شهر رمضان. ده ملوش علاقه باي حاجه دينيه، ملوش علاقه باي حاجه اسلاميه غير باستقبال الخليفه المعز الفاطمي. عشان برضو في ناس كتيره احنا كمصريين فانوس جديد كل سنه مش فاهمين يعني اصل ده اصل الفانوس ملوش علاقه بالدين اصلا، ولا له علاقه برمضان، ولا علاقه باي حاجه غير استقبال المعز الدين الفاطمي. بس والله بيبقى شكله حلو منور لذيذ. واشكال كتيره وحاجات والصواريخ والزينه. لا الصواريخ ده اصل بلطجيه يعني مالهاش علاقه بالاسلام ولا الدين، ده له علاقه بسب الدين يعني. ده لا بتسبل اي حد بيعمل فانوس، ده مالهاش علاقه بالدين. مالناش دعوه بس فالفوانيس ده وطبعا احنا عارفين الخلافه الفاطميه شيعيه يعني اصلا مش سنيه تمام. بس فاحنا لازم نتكلم نفهم الناس ان ده مش حاجه لها علاقه. وحوي وحوي بقى هي كترت فيها الاقاويل، وبيقال انها اصلا لها علاقه بالفرعوني يعني مالهاش علاقه برضه بالاسلام. ده اياحه وحوي وياحه ما هي الدنيا ما بقتش وحي بقت ياحه ياحه اللي هو حرقان عنده حرقان. المهم مش عارف كده خلاص والله ده شغل حرقان والله. طب نجرب. انا عايز اتفرج على سنوحي. مين؟ سنوحي. سنوحي. طب انا عايز اقول وحوي خليه اقول وحوي. وحوي وياحه. عايز اقول طيب ماشي. انا بفرح في وحوي. دي مالهاش علاقه بالاسلام برضه، دي معناها مرحب بالقمر وبالفرعوني. وبرضه بيقال ان هي اتقالت في استقبال الخليفه المعز. كل حاجه في رمضان مالهاش علاقه بالاسلام تبقى الصلاه والعباده يعني ده المفروض. الصلاه والعباده ده المفروض يعني، ده اللي احنا نصلي وتصوم وبتاع. برضه في ناس برضه غريبه في الدين بيقول لك اصل احنا بنصوم عشان نحس بالفقراء. لا هو الموضوع مش كده يعني، برضه الموضوع مش بنصوم عشان نحس بالفقراء وجوع الفقراء. لا احنا بنصوم عشان ده فرض من ربنا، وعشان الفرض ده فيه صحه لينا، فيه افاده لينا، ان ربنا ما بينزلش حاجه من غير يكون افاده لينا. فالصوم ملوش علاقه برضه باللي احنا دي حاجات يعني شائعه بتتقال، لكن مالهاش علاقه بالدين يعني. ما شفناش الشيخ قال لا احنا لازم نحس بالفقراء في الصيام. لا مالهاش علاقه. ده هو في ذكاء بس في الصيام، ذكاء يعني بنزكي على الناس. ذكاء ولا ذكاء؟ ذكاء. انت بتسركز. التاء المربوطه غير الهمزه. الايه مربوطه؟ التاء المربوطه. المربوطه سمعتها مضغوطه. لا معلش واحد. معلش ايش؟ ما علينا. علقت زينه عندكم؟ اكيد طبعا. ده انتوا امي شايفين تذبحني. بقى يعني الحمد يا لله. انا مش بتكلم في البيت، انا بتكلم في الشارع. في الشارع الشارع اديت 15 جنيه للناس. والله في ناس بلطجيه كده ولد ضاربين طالع بشل فده معايا 15 جنيه في تتفضل حضرتك ولعل لا والله لا خالص بصراحه. احنا عندنا الروح في الشارع روح جميله قوي، لان هما اجيال بتسلم اجيال في حوار لم الفلوس والزينه. فالولد طالع عايز فلوس زينه، فامي بتديله 5 جنيه. قلت لها ماما احنا سنه 25 دلوقتي، قمت مديله 10 جنيه. هي 15 جنيه سبحان الله. ده انا حاسس ان هي تسعيره في الموضوع. انت علقت زينه بقى؟ لا انا بره عني. انا من ساعه ما عزلت انا بره عني. مالكش دعوه بالزينه يعني، ولا ليا علاقه باي حاجه. انا كل اللي بسمعه ايه شد يمين شويه. ايه شمال ده شوية. الزينه. ديت وقع خلاص. هو دي فرحه الزينه اللي هو كل بالنسبه واحد بقى له. للنور بقى في البلكونات، انا امي لازم طبعا ما تفطرش غير لما تعلق او تشغل النور قبل الفطار. والله قبل كده قومت اختي مخصوص من على الفطار، احي انا نسيت اولع النور. طيب يا ماما ماشي خلاص بعد ما نفطر. لا دلوقتي يا ماما احنا خلاص هنفطر دلوقتي. والله امي انا اقول لك بقى حاجه طبعاً بقى، كانت- اقول لك حاجه بقى يا باشا. لا الزينه بقى دي فرض عليه. تخيل بقى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال زينوا المساجد، والقرآن قال زينوا المساجد وزينوا الشوارع. ده عشان ده طبعا احتفال واستقبال برمضان. فالزينة دي حاجة حلوة بقى يعني، دي لها علاقة بديننا ولها علاقة برمضان ولها علاقة بكل حاجة. دي حاجة جميلة. ايه اكتر حاجه بتفرحكم برمضان؟ أنا بصراحة أقول أنا الأول ولا تقول لا أنت؟ قول انا بحاول اعرف. هو في حاجات كتير في بصراحة في حاجات رمضان. عندي كتير أوي. أنا أقول لا
لا انا عارف النظره دي، ده نظره العباية السوداء. ايه ده؟ يا ابني مش لازم تفضحني. انت بتقول اكتر حاجه بتفرحنا في رمضان، شكلك انت اللي عايز تقول، فاتفضل. قول. العبايات السوداء. ايه ده؟ وربنا عارف. بقول لك نظره العبايات السوداء يعني. وكان ايه العبايات السوداء؟ ايه اللي بيفرحك في العبايات السوداء؟ احرجتني يا حسام، ثواني اخد رشفه من العنديه. ياخد الرشفه. انت ايه اكتر حاجه بتفرحك؟ لا في حاجات كتير والله بجد مش هزار. يعني اولا اللي انا بجد مش هزار. بجد والله اللي هو اول حاجه طبعا قرايه القران، واللي انا بسمع اللي هو الحاجات الحلوه بتاع النقشبندي وتوني الشعراوي والتواشيح، الله ينور عليك. وبسمع على طول ان القران شغال في الشارع، يعني دي حاجه حلوه جدا. ساعه المدفع بالنسبه لي بتبقى جميله جدا، ساعه المدفع عشان بفطر وكده اللي هو انا مستني بقى الاكل. وبتبقى في نوعيات اكل برضو بحبها في رمضان، يعني الكنافه، القطايف، الحاجات الحلوه دي. هو بيستنى عشان الاكل بتبان على كل واحد. هو بيستنى عشان الاكل، انا بستنى فاهم عشان السيجاره وكوبايه القهوه. انا مواليد ستاربكس عادي يعني فاهم. لا بستنى برضه والله عشان الاكل، رغم ان هو مش باين عليا. بس الاكل بيبقى سبحان الله بجد، ربنا بيديله متعه معينه في رمضان. يعني ممكن الاكل ده نفسه تاكله في الايام العاديه بس ما تحسش بمتعته الا في رمضان. وعلى فكره بيبقى شهر فعلا خير، حرفيا خير وبركه. هو سبحان الله انت الفاضي ممكن بيكب على المليان. يعني لما تيجي تتزنق ده السكتش. تعالى هنا، تعالى يا حاج هنا انت صغير. المليان بيكب قصدي على الفاضي. لا انا بالنسبه لي يعني حته الاكل دي انا ما بتفرقش معايا. انت جيت عندي فطرت قبل كده في المحل، يعني عايز اقول لهم التجربه المؤلمه دي. انا جاي عندي حسام يلا بينا نفطر يا حسام، ماشي حاضر في ايه؟ ولا على الشاي ولا لا ايه ده؟ عايز افطر شاي ولا لا على الشاي بس اسمع مني. وكان وقتها همنا اصلا الفراخ اللي اتاخرت عند الراجل، بس هو كان همه الشاي. هو ملوش علاقه بغير بالشاي، والمفروض ان هو جاي بقى يفطر معانا، فخلاص جاي يفطر لقيته فطر كده حتتين صغنطتين خالص ولا عملوا اي حاجه، وقال لي كمل انت بقى. كمل ايه يا عم؟ ايه ده الفطار ده؟ انا لو اكلت الاكل اللي انا باكله في الطبيعي تمام في رمضان اتعب بقيه اليوم. هو في اصلا في نظريات صحيه بتقول ان انت اصلا ساعه الفطار المفروض طبعا الكلام ده ما تطبقوش على نفسك، ميه وبلح بلح بس وحاجه بسيطه جدا، وتقعد لغايه العشاء تمام تبدا بقى تاكل لان بطنك معدتك هدت شويه. فانا بقى المساحه اللي هاخدها في الاكل باخدها للسجاير. ما ده غلط برضه. يعني السجاير غلط وعيب وحرام والكلام الكتير ده كله يعني عارفه. انا كده انا بشرب سجاير، انا عايز مكان للسجاير، فانا مش هاكل واترسها وابقى دماغي مصدعه مش عارف اشرب سجاير او ابقى نايم بقيت اليوم. فده اهم حاجه عندك ان انت تظبط دماغك. كوبايه الشاي كوبايه القهوه والسجاره. انا عايز اسال سؤال برضه هو تافه قوي بس مهم قوي بالنسبه لي، عشان انا برضه كنت بتكلم مع مراتي الايام اللي فاتت. ايه اليميش؟ يعني ايه الخشاف واليميش؟ يعني اليميش ماشي دي حاجات ماشي، انا بتكلم ايه الخشاف عشان انا حسيت ان انا في بيت امي لقيت خشاف معين وببص بلاقي في بيت مراتي خشاف، وبروح لحماتي بلاقي خشاف. هو الخشاف ده بيختلف من شخص لاخر؟ الخشاف يا جماعه مكوناته ايه؟ هو سؤال تافه والله، بس انا عن امي يعني الله يرحمها ويحسن اليها كانت بتعمل الخشاف بلح ولبن، وكانت تحط فيه سوداني وجوز هند وقراصيا ومشمشيه. هو ده الخشاف الاصيل. لا ده القديم. ده القديم. ولا تقولي لا مفيش حاجه اسمها سوداني وجوز هند. على فكره العسل بلح. امال في ايه؟ قمر الدين ومشمشيه وقراصيا بس. لا ده مش خشاف. امال ده ايه؟ ده عصير عادي. لا مش عصير، هو مش مضروب. هي شالت البلح المكون الاساسي وشالت اللبن وحطت بداله قمر الدين ومفيش مكسرات بقى. طب هي ممكن كل واحد بحسب قيمته الغذائيه اللي هو شايفها الجسم محتاجها. ممكن يكون الحاجات دي مضره صحيا عشان مراتي مضره صحيا اللي مفيش السوداني والجوز الهند والله والكبس على الفطار مره واحده. لا طبعا مضر. مضر سبحان الله سبحان الله. انا عندي سؤال بس معلش يا جماعه عايز لا عايز بس اقول لكم بس عدد بتاعك. اتفضل يا استاذ. ايوه كده ايوه. بص يا حس، هو انا كده مالك يا حلوه كده احسن. شعري باين طبعا باين يا اختي، بس والنبي يا اختي دخليك جوه عشان الصاله. لا في حاجه ثانيه كده باين كده. لا بس كده لا بس كده هيبقى شكلي مش حلو.
كده بالنسبه هيبقى للصعب شكل ايه؟ كده هجيب عرسان اكتر. كده هيجيب عرسان. ايوه، ما انا هصلي العيد مع مين؟ هتصلي العيد مع عرسان. ده حوار صلاه العيد ده عايزين نتكلم ده فيه. موضوع تاني ده يعني الاخر ده. لا حوار صلاه اللي هو العيد البنات ده. والولاد جنب بعض دول وبيوصلوا اي بس انا دقني بقى مش عارف اعمل فيها ايه، يعني كل يوم لا. باخدها وشين ما بتطلعش. فتله. طبعا هو يعني انا فهمت الحسين قصده ان احنا بنتكلم على الحجاب الغلط في رمضان. هو في ناس البنات طبعا انا لازم اتحكم في رمضان، وتقريبا هو دين رمضان غير دين كل الشهور. عشان احنا ممكن نصلي ونصوم ونقرا قران ونتحكم في رمضان بس، لكن 11 شهر الناس بتيجي نبطل صلاه ونبطل قران ونبطل حجاب ونبطل كل الناس حاجه. بتيجي في رمضان لمده 30 يوم. استغفر الله العظيم. لمده 30 يتحولوا ملائكه. فاهم؟ بعد ال 30 يوم ما يخلصوا نحن غرابة. ايه؟ ايوه يا ابني، مع الشياطين خلاص طلعت. لا هو لا. احنا شياطين. شياطين ايه؟ لا، لا احنا العبادات اللي في رمضان الجميله دي بجد والله، يعني ختامة القران والله انا مش بتكلم عن نفسي، انا بحب اختم القران كل شهر، يعني انا بحب ده. مش مربوط رمضان، ممكن ازود لان الحسنه ما شاء الله. الحسنه في رمضان الحسنه في رمضان ب 10 امثالها او اكتر، يعني بيضاعف الله لمن يشاء. فان انت بتضاعف الحسنات او بتضاعف اللي انت بتعمله، بتضاعف العبادات بتاعتك زي صلاه التراويح الجميله انت بتشربني ولكني ببدل في بلطة. ماشي. كل سنه وانتم طيبين. الحمد لله. لا والله انا بسمعك بس كمل. تمام. العبادات والتراويح والكلام ده اللي بتحصل في رمضان دي جميله جدا، والتهجد والاعتكاف. وكانت بصراحه حسين ويا حسين كانت بتتعمل بمنتهى الارتياحيه. انا بموت تقريبا. الف سلامة الف سلامة. اموت اكتر. انت بتعمل ايه؟ كده هو تمام. انت بتنجده؟ هو مرتبة؟ هو كده. مش عارف في ايه. طب نوقف تصوير طيب؟ لا، نوديك تمام. المستشفى ونيجي ندفنك ونرجع عادي. مش حاسس ان انا تقريبا بقول كذب، فربنا بيحاسبني. اسلك بقى. دلوقتي احنا خلاص فطرنا وصلينا التراويح اه وشفنا العبايات السوداء وهي داخله. بيت العمليات السوداء. ثانية واحدة بس سيبه يكمل والنبي. ها قعدت بقى الدومينو والصحاب والبلاي ستيشن على القهوه. هو دي العبادات بقى الجديده. والصواريخ. دي العبادات الجديده اللي انا بتكلم فيها. انا كان زمان انا مش زمان قوي والله، بس كان زمان كان الجوامع. انت صدقت نفسك لما عملت دور من اكبر منك ولا ايه؟ لا يعني اللي هو انا الله ينور عليك والله، انت جبت اللي انا عايز اقوله والله. اللي هو احنا دلوقتي يعني كنا بنصلي تراويح وبنصلي التهجد والاعتكاف بقى في الجامع، وكنا بنتسابق على قراءة القرآن والكلام ده. دلوقتي بنصلي احنا نروح القهوة ونلعب بلاي ستيشن وان احنا نلعب هو امبارح نجدة اتضايق ليه؟ عشان خسر في دورة البيس. اتفضل يعني ملوش علاقة بالصلاة. استنى ثانية واحدة بس. النمرة ديت المعلم ده عمل دورة، كسب نجلة أول ماتش بقت معاه 3 بونت، وراح كسبني تاني ماتش بقى معاه 6 بونت وبقى فارد عضلاته علينا، فأنا لعبت نجلة خدت منه 3. فاهم؟ بعد كده حسين لعب نجلة بقى معاه 9 بونت، فجاي لعبني فاهم، حزقت قدامه رحت كسبه بفرق أهداف، رحت لعب مكان نجلة عشان نجلة كان معاه تليفون، قام لعب مكان نجلة فاهم؟ فحزق جامد. جاي يلعب بقى النجلة بقى رحت تك 4-0 فاهم؟ اخدت الدوره، لقيت حسين باصص للشاشه كده ونجلة عامل كده وانا عامل ايه في الاخر حاسبنا ومشينا منك لله، عكننت علينا اليوم. هو ده رمضان الجديد يا جماعة. رمضان 2025. والله يا جدع مش بنسلي صيامنا. انتوا بعد الفطار بتسلوا صيامكم. احنا بنسلي فطارنا بقى. ثانيه واحده بس عشان انا في اعتراض على نقطه كبيره قوي. انتوا رمضان مع الناس كلها ان احنا لحد ما الاذان يقول الله اكبر كده خلاص. دي حان الان موعد سب الدين، يلا بينا نتسابق. لا والله انا هتكلم بقى لانه قبل الفطار بحوالي نص ساعه. انت معانا غلط. لا بعد الفطار المواصلات بقى والناس بتاعت المشاريع والناس السواقين والعرايك اللي في الشارع. عرايك والله. لا جمع عرايك. ايه عرايك بقى دي؟ جمع عرايك ما علينا الموضوع ده انا مش درس هو عربيه. المهم العراك يا عم اللي على طول في الشوارع وسب الدين قبل الفطار. طب انت يعني استنى نص ساعه وسب الدين يعني اللي يا ابني ما هي برضه حرام. ما هيك طبعا حرام وبيعكر الصيام. الصيام طول اليوم انا فاهم. الصيام على الاكل بس
لغايه الفطار. بعد كده المفروض على كل حاجه تخدم ربنا. وبعدين هو موضوع سب الدين، معلش يا حسام، هو موضوع سب الدين له علاقه بالصيام؟ ده كفر في حد ذاته. يا ابني انا حتى الشتيمه هي الفكره ان الناس ايه، انا مش عايز اشتم انا صايم بعد الاذان، فاهم؟ يا ابن طب ليه؟ طب صح ليه يا حبيبي؟ ما هو ده الصيام برضه يا ابني حرام، انت صايم واحنا في رمضان، ما تخلينيش اطلع. ايه ده؟ امك ايه ده؟ امك. لا بجد الموضوع مستفز، ان في ناس كمان تمام بتفطر يعني بتفطر من غير ما بتفطر، يعني مش لازم تحط اكل في بقها تمام، بتفطر بسب الدين والشتايم وبتاع، وبيشجعوا بعض على الكلام ده، يعني تحس ان هو بيشجعوا بعض. في ناس بقى كبار تمام بتفطر بجد، دي كارثه بقى. زي ما انا ما قفشتك قبل كده عند المحل اللي كان مش انا والله، ده السكتش بس لا انا فعلا كنت بشوف قهاوي مفتوحه نص، حصل. وكان في صحابي كانوا بيفطروا فيها، مش عايز اذكر اسمائهم طبعا. الله يرحمه. لا يعني الله يرحمه بالنسبه لي ما بتوش يعني. ايه ده مش لسه اجي لك نص متر؟ لا ايه ده؟ 73 يعني. انا مش مش جيل الحرب والله، لا ولا سلام. انا مش جيل الحرب ولا عارف ولا سلام. المهم لا انا شفت القهاوي دي وقعدت فيها، بس مش ما فطرتش يعني، بس قعدت فيها ولغايه موجوده دلوقتي يعني موجوده القهاوي دي لغايه دلوقتي، وناس بتفطر. وفي واحد قالها لي جميله جدا بقى، قال لي حاجه استغفر الله العظيم قوي، قال لي انا بفطر كل رمضان 10 ايام اكملهم كل 3 شهور. تصدق فكره حلوه؟ والله العظيم ما بهزر، هو بيقبض اول 10 ايام في رمضان ده، رمضان اللي بعده 10 ايام التانيين، رمضان اللي بعده اخر 10 ايام بيقسمهم، فبيجمع في مولاي. في بقى حاجه شدتني قوي بصراحه، بجيب كوتشي تمام، فانا جايب الكوتشي بتاعي بلحق العروض اللي هي ايه بتبقى في اول رمضان، لان بعد بتدور عشان العيد بقى. الاسعار بقى ما تفهمش ليه، بس عشان الطلب اسمي ما تفهميش انا مش بجيبك. انت مصدق عملت الحركه دي وانا بدات اشك. لا خلاص خلصت. يعني سيكا ما جاش معاك في عرض انا وانا بس يلا يا عم ماشي، كنت ممثل. يلا حلاوتك كنت ممثل. اتفضل. فالكوتشي اصلا يعني المحل اللي انا دخلت عشان اجيب منه الكوتشي هو محل رجالي وحريمي تمام، وبيبيع طقمه وعبايات وحاجات كل جميلة. حاجه تمام. فالمهم انا خلاص عجبني الكوتشي، فانا بقيس الكوتشي اللي عجبني، فلقيت بنت كده داخله هي وامها، بنت تطلع من دوري كده عندها 24 سنه او 23 سنه، فعجبها عبايه. العبايه هي دخلت قاستها، العبايه يعني هي البنت بسم الله ما شاء الله طويله وعريضه، والعبايه واسعه عليها شويه، فالمنظر جميل جميل جدا. فبصت بقى للبنت اللي هي يعني بتتابعهم جوه المحل، فبتقول لها حضرتك عندك طيب مقاس اصغر؟ قالت لها عندي، بس انا شايفه المقاس ده حلو. يعني البنت اللي هي بتبيع لها بتقول لها شايفه المقاس ده حلو، فقالت لها لا حاساه واسع عليا، واللي هو جاي على قدها بالظبط. فلا انا عايز بقى اشوف المقاس اللي هيجي لها اصغر. قالت لها عندي، فانا المفروض اخد الكوتشي وامشي. الجسم المفروض اخد الكوتشي وامشي. لا مستني اخد الكوتش وامشي واعدي المنظر ده. لازم اقعد اتفرج. قلت له بعد اذنك انا الكوتشي ده مش عارف حاسه احسن من الكوتشي اللي انا واخده. طبعا ده حجه توريهولي حجه وعمره وكل حاجه، المهم ان انا اقعد. بروح اعمل الحاجه كمل. فقلت له بعد اذنك انا عايز ده. قال لي بس انا شايف ده احسن عليك. قلت له لا معلش انا عايز برضه اشوف ده. قال لي خلاص حاضر. فالمهم على ما هو برضه ما راح ورجع كانت البنت قاست العبايه الثانيه بقى، قاست العبايه الثانيه يعني مش عارف ايه اللي ما كانش باين، ما علينا. متجسمه عليها بالظبط. فقالت لها ايه رايك يا ماما حلو ده؟ انا شايفاه على قد بالظبط. قالت لها خلاص يا حبيبتي عاجبك؟ قالت لها جدا يا ماما. قالت لها عامله كام يا حبيبتي؟ قالت لها عامله 780 جنيه. قالت لها ماشي يا حبيبتي امسكي مبروك عليكي. واصلا الزونت اللي هو بتاع العبايه علشان العبايه ضيقه وقصيره عليها جايه لغايه هنا، فهو انا عرفت بقى من هنا ليه الطرح بتتلبس لغايه هنا. طب انا عندي سؤال بس، وهي بتشتري العبايه ما اشتريتش قرون لابوها؟ قرون؟ لا ما اصلا كده عنده منها 3 في البيت. طب كويس. لا كويس انا هجيب له قرن زي بس ثانيه واحده بس قبل ما تحكي اي حاجه عايز ابص على حاجه بعد اذنك. في ايه؟
معلش بس كنت بعمل حاجه بس. لا اتفضل. كنت بتعمل حمام. والله ما رحت الحمام يا كذاب. ها والله نسيت. جدو المهم العبايات السوداء دي جامده. كنت في حاجه انا عملت صوت في القايمه، انت كنت بتتكلم عن النت وضحكتني قوي، بس ما كنتش متوقعها. اللي هو ما قلت العبايات اللي لابس تحتها بناطيل احنا مش سوبر مان. انا نزلت تاني يوم اللي هو كانت فنزلت تاني يوم ابص كده تمام، لقيت كل الناس لابسه عبايات تحتها بناطيل. قلت حسين ايه ده؟ حسين محاولتي وراه ولا ايه؟ والله العظيم قلت ايه ده؟ وحتى اضحك ماشي عمال اضحك كل شويه الاقي عبايه تحت. طب انت لابسه العبايه ليه يا بنت اللذينه يا مرو؟ لابسه عبايه ليه؟ كنت منزل حاله كاتب فيها يا اما العبايات بتتلبس يا اما البناطيل بتتلبس، لكن تلبسي العبايه علشان تبيني البنطلون، فده يبقى ان شاء الله بعد رمضان، لان شغل باتمان ده ما ينفعش معانا. بيقول لك انا كنت في مره راكب مع سواق، انا راكب ورا وفي واحد راكب جنب السواق الكرسي اللي جنبه، فماشيين بالعربيه عادي فاهم. فاللي راكب دوت ما اعرفش ديانته ايه، ما اعرفش هو ايه، تمام. المهم ما علينا يعني ان واحده معديه العربيه فاهم، اوعى العربيه الجامده ده في رمضان وجاي ولا الدور الجاي ومش عارف وشويه كلام فاهم، رماها على البيت وهي معديه. فالسواق راح واقف كده قال له يا عم احنا صايمين، راح قال له انا مش صايم فاهم. راح قال له طب تمام مش انت مش صايم، راح قال له راح قال له اللهم لك صمت وعلى ابن الوحش ده افطرت، راح نفتح له ضربه. انا اقول لك برضه حصل حوار بين اتنين سواقين تكاتك قدامي بيتكلموا ان احنا المفروض ان احنا نصوم في رمضان تمام. فالمهم فاللي هو قلت الحمد لله، فانا بتابع بقى الحوار بيقول احنا يا جماعه نبطل بقى سجاير وبتاع، فبيحكوا ازاي كانوا بيفطروا في رمضان. فبيقول لك احنا ما كناش بنلاقي بتاع فول وفلافل الا على بعد مثلا من السندوتش العصافره، وكنا نروح نجيب الفول والفلافل ده الصبح من عند الراجل الوحيد اللي فاتح عشان نفطر. دي ماشي عدت. التانية بقى واحد بيقول ايه، انا كنت قاعد جنب سواق تمام، والسواق ده ايه عمال يسب الدين وبتاع، فجه اخر حاجه بقى ايه واحد معدي من قدامه تمام. لا سوري انا اسف، هو كان ماسك نفسه ان هو يغلط، فجه اخر حاجه بقى واحد معدي من قدامه تمام، فاللي هو مش عايز يمشي يعني موقف التوك توك، فطلع سبله الدين وبتاع. فانا بقى قاعد جنبه كده، فالمهم بقول له انت كده فطرت؟ قال لي لا هكمل اليوم عادي مالكش دعوه. عايز سب الدين عادي، مره تفوت وحد يموت عادي، بس اللي سوي وكمل اليوم صيام. فالتاني ايه، تاني يوم بقى فطر بقى خلاص، اللي هو حرم ما يصومش تاني. بس ايه ده؟ مصر لا ده المسحراتي. انا عايز اقول انا معلش بالفكره دي ده بص بالفكره دي بجد ليه صحي امي من النوم؟ انا اتسحرت واتدايل على نمتي ونمت، بيصحي امي ليه من النوم؟ والله المسحرات ده بيصحيك ان هو انتوا متضايقين، انا بستناه علشان اسمع صوت. يا عم انت عيل صغير. احنا في فرح والله العظيم يا عم غصب عني. انا روحت في مره لقيت امي بتقول لي انا اعطيت اسمك للمسحرات. تستنى نسمع حصين. المسحراتي ده بالنسبه لي اصلا اقدم يوتيوبرز في التاريخ. يعني هو ايه، عارف انت لما تخش على اليوتيوبر بستريم كده فاهم، فتكتب له حاجه فما يردش عليك، فتقعد تسبام تكتب عشان هو مجرد بس شكرا يا استاذ حسين على تعليقك فاهم، اللي هو رد عليا. هو ده اللي احنا بنستناه من المسحرات يعني، اللي هو الاسم اصحى نايم واحد لا احنا اصحى يا استاذ حسين. قال اسمي هتسحر، طب لو ما قالش اسمك مش هتسحر. يا ملحد يا فلوس. انا مره بقيت الاسامي كلها مسحراتي، فالمسحراتي بقى عنده امل. انا كنت في النص في الاخر، فبعد ما نادى وبتاع وخلص كده، فالمهم ايه جاله المسحراتي بقى عشان ياخد فلوس. قال له يا حاج بقى كل سنه وانت طيب. قال له ايه عايز ايه يعني؟ كل سنه وانت طيب هديك حاجتين انت وعيالك. قال له لا عايز حق بقى ان احنا قعدنا 30 يوم بندي اساميك واساميك يعني. قال له لا انا بحسبك ان انت كده بتجاملنا يعني. البسها الاستاذ محمد الاستاذ رامي اللي هو انت راجل جميل ومحترم فبتجاملنا، هديك طبق كحك تدينا. قال له يا عم مش عايز ام الكحك بتاعك. الله يرحمه رامي، بس كل حسن. الله يرحمه يا سيدي. ففكره المسحرات هو طلع بص حاطط لنا لو كان فيها النام ما تنكرش. ايوه حصل خالص. ايوه
انا راجل وعمل لك شاي، عايز ايه تاني؟ ايوه انت اللي حصل. جايبين اصلا اللي جاي ما اتكلمتش عنه يا نايم انا اتكلمت عنه بس اصل انا خفت اتكلم عن الشاي الاقي حد يقول بقى اللي جايبينه فلو انت داري نفسك اتكلمت على العناب بس. لا كلام ده انسان كريم اقسم بالله. والله انا عارف كانوا هيسموني كريم على فكره انت كان منهم وكان في واحده تصور ساعه 15 وانا واحده يبقى 14. يا عم انت بتقدري امبارح على فكره في كيسه جوه والله اجيب لك اللي انت عايزه. انت ايه؟ بس عشان شويه هيجي يقول لك انا العفش دوت انا اللي كنت شايله لك على كتفي. لا بصراحه حسين بصراحه انا غير مهتم، الحلقه على رمضان مش على عصيد. انا غير مهتم. لازم نشكر مراتي اللي هي عملت الزينه بتاعت الموضوع بتاعت لا بصراحه وعملت العناب اللي انت طفحته. هي الفكره بس كلها اللي انا عايز اتكلم فيها هو رمضان مش سلاح. يعني انا بيعجبني ان في ناس بتتسابق في قرايه القران. يا ريت يعني كل الناس كده. يعني انا الفكره كلها ان ابويا وامي على طول داخلين سباق قدام بعض مين اللي هيختم القران اكتر. فاهم؟ انا بقول لك دي احلى حاجه. بس الاهم ان هو يكون بتلاوه يعني. لا مش لازم بقى، يعني انا برضه ضد الفكره دي. يعني مش لازم تلاوه، لان انا ضد في اطفال بتقرا قران عادي. انا قصدي برضو اكتر ان الاحسن والاحسن ان هم يكونوا فاهمين ايه التفسير والتلاوه. ده شيء كويس، بس انا بتكلم انت لو ما تأيدش الشخص ان هو ما يقراش قران الا بتلاوه ولا بتفسير. لا اللي عايز يقرا ايوه ده اكيد، بس لازم في ناس مش لازم لا لازم يفهم. لا يفهم يا حبيبي. في ناس ما بتعرفش تقرا قران، عارف بتعمل ايه؟ يعني ما بتعرفش تقرا بسرعه، ما بتعرفش تقرا كويس، بتعمل ايه؟ بتشغل القران جنبها وتقعد تردد معاه ماسكين المصحف عشان يفهموا ان الكلمه ديت هي دي. والله انا الله يرحمه. في ناس بتبص بتتعب لدرجه ان هي تعمل دوت. في ناس عندها القدره ان هي تعرف تقرا قران وتعرف تعمل كل حاجه مش عايزين يعملوا. انا احلى ذكريات مع الله يرحمه والله العظيم بجد اللي انا ما كانتش بتعرف تقرا، فانا كنت بقرا القران وهي بتردد ورايا. عايز اقول لك دي كانت احلى لحظات حياتي، اللي انا هي بتردد القران ورايا وكانت هي اللي بتطلب مني كده. دي من احلى الذكريات اللي اتعملت، وفعلا زي ما قلنا رمضان احلى حاجه فيه لعبه جدا. هو بس قبل ما نختم، بس ايه علاقتكم بالمسلسلات في رمضان؟ لاننا رمضان عايشين رمضان ده بص هو انا مش شايف مسلسل حلو غير معاويه، برغم ان في ناس طبعا بتتكلم ان هو بيمثل الصحابه واحمد امين الكوميديا والنص. الكوميديا عامه في رمضان السنه دي احلى شويه. مصطفى غريب اشغال شقه جدا. يا لهوي. بس هو انا بقول لك انت كله بتتكلموا على الكوميديا في رمضان السنه دي كويسه جدا مع معاويه. ما عدا محمد هنيدي نسلي والله اتفرجت عليه لذيذ والله. انا اتفرجت عليه عشان من سنك. شتا قديم والله، بس هو لذيذ مش وحش يا ابني. لا الافيهات قديمه، الافيهات قديمه. هو عشان جايب 2005. ما هو الراجل من يا عم لا مش حتى لو الراجل جايب من 2005 يا جماعه. يا حبيبي ماشي، انت معاك ماتيريال تطلع منها كميه ضحك مش طبيعيه. اللي هو لكن ما عادش يا ابني بقى اللي هو ايه الافيه اللي هو بتاع يعني ايه يعني ايه. كل ده عشان هو راجل جايب ده مش افيه، ما يتحسبليش ان انا افيه، ان انا المفروض اضحك على الكلام ده. هو دي اذواق. ده مش حتى لو اذواق، هات لي حد في الشعب ده غيرك. يعني انت بني ادم فاهم، احنا بنراعي ظروفك. ولا مؤاخذه ليا يا ابني. بنراعي ظروفك. في العيد تبقى تصبغ شعرك. ايه ده؟ بالحلوه عادي. دي نصيحه في النبي. انا عايز اقول حاجه بس في رمضان قبل ما نقفل، يعني اللي في رمضان فرصه كبيره جدا لينا بجد والله، عشان ننفذ العبادات بتاعتنا والصلاه والصوم وقراءه القران، عشان تبقى بعد كده يعني فكره ان رمضان فيه الاسلام وبقيه رمضان الكفر والالحاد. انا طول ما هو بيقول عشان دي انا بستفز. ليه؟ عشان ماشي. انت عشان مره سركزت عليه هتركز على كل الحلقات برضو يعني حد في بالك. تمام. المهم ان احنا نحاول نظبط صلاتنا وعباداتنا عشان تمام. ده رمضان فرصه كبيره. فرصه برضو فرصه يبقى فرصه كبيره جدا لينا ان احنا نظبط عباداتنا على طول السنه. بس دي كنت عايزها. هي بص رمضان مش التشويق الناس اللي انت هتتكلم والله حاسس ان هو هيتكلم كده جدا. اتفاجئت والله.
كده. بعد الفطار. يا جدعان عايز اشرب سيجاره. اتفضل. بص يا إيه؟ رمضان دماغي إيه ده؟ خدت والله ده احنا بندور على الظروف. مش هفكر. شفت ربنا والله ما تعدينا تدور هو إحنا هو الكلام ده دايما لازم اصحاب نسمعه. العنقود بيظرف اللي فوق. بيظرف. كنت صوته طيب. ظرفنا. ادانا فلوس. ادانا فلوس في ظرف عشان الكلام. والله أنا مالي. انا مش عارف انا الكلام منين ولا منين. انا زي كده. هو بص يا جدعان رمضان يعني مش مسلسلات، مش علاقه بزينه بس ولا فوانيس ولا الكلام ده كله. زينة اللي هي مرات. بس يا حماد. هديك بالعب. بس زينة زينة. ايوه مش عشان زينه مش عشان زينه مش عشان ايوه جدع اديله. ما انت لسه بتديني فلازم هو يديك. انا مش هرد. هو قال لك لازم نحترم التاريخ والاثار فانا بحترمه عشان كده. ده موميا جايه لنا من ماضي. الحمد لله. او انت حضرتك في نقل المومياوات وقعت انا كنت هموت من شويه اصلا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. مع برنامج بالمصري كده. هي ده كده سؤال. هو كان عايز يقول بحاجه تقريبا بحاجه ثانيه. بالقطايف بالكنافه. بالمصري صح؟ ايوه انت مش عارف بالنسبه لها كذا حلقه بتصور. واحلى مسا عليكم بالمصري كده. باي باي. احلى مسا عليكم بالمصري كده. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. بس بقى اديله حاجه ده اديله حاجه.